السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بقى معانا أكلة لذيذة كده وحرشة. هنعمل ايه؟ هنعمل كوارع. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وجبنا كارع نضفناه كويس تحت الحنفية كده بالمية والملح والخل، وغسلناه حلو وحطينا حلة على النار فيها مية بتغلي. هننزل بالكارع بتاعنا بعد ما المية تغلي ونحط معاها طماطماية وبصلاية ولوري وحبهان وجزراية لو تحبي وكبابة صيني، ونسيبهم بقى مع بعض كده. ومعلقة سكر، أهم حاجة يكون معانا معلقة سكر حلوة كده ومحترمة، ونغطي بقى عليها. وأول ما تغلي غلوتين تلاتة نغطي. وبعد كده جبنا حلة تانية فاضية، حطينا فيها معلقتين تلاتة كبار من التوم، وحطينا عليهم السمنة بتاعتنا أو الزيت زي ما بتحبي، وقلبناهم كويس أوي. أول ما يصفروا نزلنا بالصلصة بالطماطم بتاعتنا، ايا كان بقى عندك صلصه مخزناها طماطم زي ما تحبي. واول ما تغلي الطماطم قبل ما تغلي بحط لها سكر، بحط لها رشه من الملح ورشه من الكمون ورشه من القرفه وما بحط لهاش الملح دلوقتي، واسيبها بقى على النار كده بتغلي معانا. وهنا هيكون الكوارع بتاعتي خلاص دخلت على سوا. بهدي عليها النار بعد الغلوتين وتخش بقى على سوا. احط لها الملح، ما بحطش الملح يا جماعه غير في الاخر خالص، اما امسك الكوارع والاقيها خلاص يعني يعتبر استوت، مش ناقص لها حاجه، احط بقى الملح بتاعي. بعد كده بنزل في الصلصه بتاعتي بعد ما تتسبك بمغرفتين من الشوربه. اول ما يغلوا غلوتين كده فيها بنزل بالملح، وطبعا بخلي بالي عشان الشوربه بتاعتي حايقه، وانزل بالكوارع. وهنا بقى جبنا عيش شامي، عيش شامي كده وقصيناه بالمقص، وحطينا عليه معلقتين ثلاثه من السمنه السايحه، وحطينا عليه رشه من الكاري ورشه من الكركم ورشه من الزعتر، وبنحط عليهم رشه ملح صغيره خالص. عندك لو توابل البطاطس دي حطي عليها تدي طعم حلو قوي. ودخليها بقى الفرن تنشف العيش الشامي ويتحمص معانا. بعد كده بجيب حله فيها سمنه، معلقتين ثلاثه سمنه بلدي عشان بيدي الرز بتاع الفته طعم تحفه، ورز ابيض بقى مغسول، واروح نازله بيه. الرز ده بيبقى حسب الكميه حسب العدد، يعني بنزل بوزن الرز، واحمر الرز كويس قوي 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 في السمنه بتاعتي وعليها معلقتين من الزيت. يا جماعه يتحمر كويس عشان يبقى مفلفل. وبعد كده بنزل بالشوربه بتاعتي. ما عنديش شوربه وانا مش حابه اعمل بشوربه الكوارع اصلا، ميه مغليه ومعايا واحده ماجي والملح بتاعي، واظبط الرز. وكده اول ما بيتشرب وطي عليه ونقلته على العين اللي ورا ووطيت عليه خالص، وجبت حله فيها شوربه. هنعمل حبه ملوخيه لذاذ كده. الشوربه بتاعتي بحب احط لها معلقه صلصه وفص توم ني. الحته دي حلوه قوي وهتديكي طعم حلو قوي قوي في الملوخيه. جربي وان شاء الله مش هتندمي. وبنزل باول ما الشوربه بتاعتي بتغلي، بنزل بقى بالملوخيه اللي معايا كلها. انا خليت شويه عشان اشوف السمك بتاعها خفيف ولا تقيل، ونزلت بالباقي كله. وبنزل بواحده ماجي، وكده بقى معايا ألذ ملوخيه. هركنها على جنب واعمل لها الطشه اللذيذه بتاعتنا، اللي هي عباره عن معلقه سمن او دهن. انا بحب الدهن قوي فيها. بحط معلقه دهن ومعلقه زيت واسيحهم كده، وانزل بقى بالثوم بتاعي، معلقه ثوم محترمه كده وعليها رشه كزبره، واقلبهم كويس قوي على النار. اول ما تصفر، يا دوبك تصفر يا جماعه، ما تستناش تحمر وتتحرق عشان ما تمررش في الملوخيه. واول ما تصفر معايا كده بنزل بمعلقه صلصه عليها واروح طشه بيها بقى الملوخيه. بصي هتلاقي معاكي ريحه البيت اتقلبت، والله بقى الله على الريحه والجمال. بصي حكايه. بصي عملتي حبه ملوخيه تحفه. الملوخيه لوحدها من غير الفته تحفه كده، حبه ملوخيه خطيره. وكده بقى خلصنا الملوخيه، هنركنها على جنب ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. هنجيب بقى طشه اللي هنسقي بيه العيش بتاعنا. بنعمل لها طشه فصين توم مع معلقه سمنه بلدي، وبروح مشوحاهم في التوم كده وانزل عليهم بالشوربه. وبس كده، دول بقى هنسقي بيهم. دي اسمها الخليط السقي اللي بنسقي بيه العيش يعني. هسقي بقى كده زي ما انتم شايفين. العيش كله بتاعي كان اتحمص وطلع من الفرن وريحته جميله وطعمه جميل قوي. هنسقي بقى بيه عشان نطريه شويه. طبعا حسب ما انت عايزه طري قوي ماشي زودي شوربه، عايزه لا براحتك. فهنا هنحط عليه برده معلقتين صلصه. وبعد كده بنزل بالرز بتاعي بقى على وش العيش. يعني جبنا صينيه حطينا فيها العيش، حطينا فيها الشوربه بتاعتنا، سقينا العيش، بعد كده معلقتين صلصه، بعد كده الرز، كده بالترتيب. وبعد كده بقى الصلصه بتاعتي من على الوش. في ناس مش بتحب الصلصه بتاكلها كده بيضه زي ما بتحبي، كل واحد واللي يريحه يا جماعه، دي اذواق. وبعد كده بقى الكوارع بتاعتنا الخطيره هنحطها على وش طاجن الفته بتاعنا الخطير كده، ولا صينيه الفته الخطيره. طبعا حطينا بولات من الملوخيه ولسان العصفور. طبعا احنا عملنا مع بعض لسان العصفور قبل كده، والصلصه
وبصوا عملنا وجبة متكاملة، بصوا حكاية حكاية كده. حاجات كلها جميلة من البيت وسهلة وبسيطة. انتي ان شاء الله بتطلعي احلى حاجة، وتكون الكوارع بتاعتك دابت كده معاكي واستوت وخطيرة. طبعا اللي مش بيحب الكوارع يستبدلها باللحمة ويعمل فتة اللحمة الراعي الرسمي للعيد الكبير. ولو وصلت لحد هنا اشتركي في القناة وفعلي الجرس ولايك حلو منك كده يجيلك كل جديد ان شاء الله.